شخص معترف انه مريض نفسي وانه مش بيعرف يحب وطلب اني اساعده ازاي؟ مفيش دعوة. موضوع المرض النفسي دوت بقى حجة وعذر للناس انها يعني تعمل ما بدلها وتقول معلش اصل انا مريض نفسي ما قلت لك، معلش اصل انا محتاج مساعدتك. ف هيستغلك، هيضحك عليك. الموضوع ما يعني مش بتاعك، وكل واحد عنده مشكلة نفسية يشتغل عليها ويحلها بنفسه. مش محتاج حد ما مش عارف يحبه ويقول له تعالى اقف جنبي، اديني انت الحب، اديني اهتمام، اديني رعايه، وانا مش هديك حاجه. ليه مش هديك حاجه؟ اصل انا مريض نفسي، اصل ما بعرفش. انت مالك؟ ف يعني ما تسيبوش حد يستغلكوا كده بكلمتين، يعني عواطف وصعبانيات، على اساس انه يعني ان هو يعني مظلوم في الدنيا، ان المرض النفسي ده هو حل عليه كده ولبسه، وان هو ملوش حول ولا قوه. ما لو هو عايز فعلا يغير من نفسه يقدر ان هو يغير من نفسه، مش محتاج لان انت اصلا كده كده ما عندكيش الوسائل المساعده ولا العلم المناسب اللي تساعديه بيه. هو محتاج متخصص، مش محتاج علاقه يعني، ولا ايه؟